يوم 2 يونيو سنة 66 نجيب محفوظ سبحانك يا رب قبل سنة و3 أيام من تاريخ الهزيمة المصرية العربية وضياع الأراضي سواء من الحدود المصرية في سيناء أو الحدود الفلسطينية والسورية بينشر رواية صرصرة فوق النيل. الرواية اللي عبد الحكيم عامر بينتصب وينتفض لما يقراها ويؤمر بمحاكمة نجيب محفوظ. وفهم الرواية أخيرا مش زي أولاد حارتنا اللي كانوا عاوزين يحبسوا فيها نجيب بيه عشان حسوا إن شخصية الجبلاوي فيها إسقاط على جمال عبد الناصر. حبيب قلبي والله يعني، بس انا مش عاوز اقول لك على الكبيره، مش غريبه ولا حاجه لانه اكيد فهمها من مقوله لاننا نخاف البوليس والجيش والانجليز والامريكان والظاهر والباطن فقد انتهى بنا الامر الى الا نخاف شيئا، اللي اتقالت على لسان شخصيه علي السيد. انتوا ما بتخافوش من البوليس؟ احنا يا روحي لا بنخاف من البوليس ولا من الجيش ولا من الانجليز ولا من الامريكان، من كتر الخوف بقينا ما بنخافش من حاجه ابدا. واللي تقريبا لاول مره يتحط خانه الجيش في نفس خانه العدو زي الامريكان والانجليز بكل فجاجه. طيب البوليس وفاهمينه هيتقبض علينا بسبب المدعره والغرزه اللي عايشين فيها ليل نهار، انما ايه علاقه الجيش بكل ده اللي بتقوله شخصية مصطفى راشد وخالد عزوز لما قالوا نرى أن السفينة تسير من دون حاجة إلى رأينا أو معاونتنا، وأن التفكير بعد ذلك لن يجدي شيئا وربما جر وراءه الكدر وضغط الدم. انتوا بتتعاطوا مخدرات من مدة يا ستي ما يوريكيش حالنا دلوقتي، واحنا شبان كنا برضو ثوريين، كنا بنخرج في المظاهرات ونتسجن ونطلع نشارك تاني في العمل السياسي، كنا متحمسين. الحقيقة بعد ما قامت الثورة حسينا ان مهمتنا انتهت، وفي الوقت نفسه لا حد دعانا ولا قال لنا تعالوا ساهموا معانا. يعني الفيلم هنا بيتكلم على الوضع السياسي والاجتماعي اللي بسبب فسادهم فسد كل فئات وطبقات الشعب المصري. يعني احلى قضيه تشويه لسمعه مصر على عيونك يا نجيب بيه. نجيب بيه هنا عمل سلكت قول للمجتمع كله على بعضه ورمى كل المشاكل على كل الناس. والاصعب والانقح اللي نجيب عمله انه قال على الاسباب. شوف اي والله ما هو زي ما قال كده في اولاد حارتنا آفة حارتنا النسيان، فخالد نبيل العبد الفقير عاوز يقول ان آفة حارتنا هو الاعتراف بالاسباب، وده اللي بيزعل المصريين. وعشان كده انا يعني هحاول ازعلكم النهارده. فبعد انتفاضه وانتصاب المشير عبد الحكيم عامر عشان نجيب محفوظ بيشوه سمعه مصر، بيطلب جمال عبد الناصر من ثروت عكاشه يقرا الروايه عشان نشوف اصغر مشير في تاريخ البشريه متضايق من ايه. فثروت عكاشه بيقول لجمال عبد الناصر ان الروايه لا بتحمل اساءه ولا هي فيها اي حاجه، بس يعني فيها نقد مباح وتنبيه وتحذير من نجيب محفوظ للشعب ليس الا وهو ده دور الفن، وما ينفعش نعمل كده عشان هيبقى شكلنا وحش قوي قوي يا جمال بيه قصاد الناس والغرب. والله العظيم 3 دي اكبر عمليه جلوانه حصلت في التاريخ. عاش والله يا استاذ ثروت. ده جمال عبد الناصر لو كان كلف خاطره يقرا 10 صفحات بس من الروايه كان اعدم نجيب محفوظ في قلب قهوه الفيشاوي. عشان يرد بعدها جمال عبد الناصر ويقول لعبد الحكيم عامر يا عبد الحكيم اوعى تأذي نجيب محفوظ، عيب عيب يا عبد الحكيم، احنا عندنا كام نجيب يا عبد الحكيم. يا سلام اديني في ديمقراطيه الشموليين اديني. فتعالى بقى نعرف ازاي نجيب محفوظ شوه سمعه مصر قبل ما التهمه دي تكون موجوده اساسا، وازاي قلع ملط في روايته لينا كلنا وادانا مش بس بتوكه الحزام. يعني نجيب محفوظ عمل بمبدا كده اللي هو يعني ايه، طول ما فيها عمر انا هديكم بتوكه الحزام، عشان مش بس يعمل روايه تتنبأ بالهزيمه النفسيه اللي هتحل على الشعب المصري، لا عشان كمان يعمل روايه تفضل خالده مدى التاريخ وتمشي على اي عصر واي مكان واي زمان حتى لو كانوا بره مصر اصلا. وللعلم زي ما قلنا الروايه دي اتكتبت سنه 66 قبل النكسه بسنه، واتعرض الفيلم بتاعها سنه 71. وطبعا الروايه بتختلف شويه عن الفيلم في النهايه بتاعتها وبرضه في الاحداث. يعني مثلا فكره ان الفيلم كان بيتنبأ بالاحداث اللي هتحصل، ولكن الفيلم نفسه كان بيحصل فيه الاحداث اللي فعلا حصلت بعد الهزيمه النفسيه اللي تنبأت بيها الروايه من 5 سنين. فهمت حاجه؟ فعشان احنا قلنا ان الروايه تايمليس فاحنا هنربط الروايه بالتيك توك واخر الاحداث اللي مرينا بيها بشكل واقعي، ونتصور كده مع بعض لو نجيب محفوظ اللي كان عمل الروايه دي عن هزيمه واحده من 50 ولا 55 سنه بعد كل الهزايم دي كان هيعمل الروايه دي ازاي، ولا كانت هتتفيجوالايز لينا ازاي بطريقه نجيب محفوظ مش بطريقه المخرجين والمؤلفين النص كم بتوع اليمين دول اللي بيحبوا يبينوا الضحيه ان هو شرير. وزي ما انت شايف اسم الحلقه كده، ليه نجيب محفوظ بيحب سوزي الاردنيه. فخلي بالك انا مش هتكلم على الفيلم والروايه لان يعني انا ممكن اكرف لك اصلا 3/4 احداث الفيلم، ولكن المهم عندي ان انا اربط لك الهزيمه النفسيه اللي حصلت بالواقع شويه، لان اللي اتكلم فيه نجيب محفوظ
لازم له دلوقتي حالا كلام، لازم له نقاش، لازم له حوار، لازم الناس اللي عايشه في المليون كيلومتر مربع دول يتكلموا مع بعض شويه، ولازم يسمعوا انين وصريخ شخصيه انيس زكي في اخر فريم في الفيلم، زي ما نجيب محفوظ كان حاطه، كأن نجيب محفوظ هو اللي بيشهق وبيتزعق وبيتخانق مع الناس. لان نجيب محفوظ لما عمل الروايه دي كان هدفه الحقيقي اننا نعرف مين هو سبب جراحه، ونعرف خوفنا ونلتقي، عمال وفلاحين وطلبه، على راي احمد فؤاد نجم والشيخ امام، مش كل واحد والتاني يرمي اللي جنبه بالطوب وخلاص. الفكره مش من كان منكم بلا خطيئه، لا، هو نجيب محفوظ قال لنا ان احنا كلنا جوانا الخطايا، فهل هيبقى عندنا الشجاعه اننا نرمي نفسنا بالحجاره لاول مره، ولا هنحكم على غيرنا وخلاص؟ فبيبدا الفيلم بجوزه بيتحط عليها حشيش، وبنقطع على شوتات من كازينوهات، حيث اننا في عالم مليان ملاهي لكل الناس بكل الاشكال والالوان. اذا فالكيف هنا والتغيب عن الواقع هو البطل الشرير في روايتنا. وشويه شويه هنعرف ان الكيف هنا مش مجرد جوزه، ولكنه كيف رمزي بحت. بعدها بنخش على شخصيه انيس زكي المسطول دائما وابدا، واللي في الروايه هو خسران مراته وولاده في نفس اليوم، ومن بعدها قرر يسلم نفسه للسطل وتعمير الدماغ والعدميه. حتى تقريره اللي بيكتبه لمديره بيكتبه والقلم فاضي، مع اقتناعه ان هو كاتبه والتقرير سليم، لحد ما ياخد له كلمتين في جنابه من المدير ويتحول للتحقيق عشان السطل اللي هو فيه. ماله التقرير؟ انا مسطول؟ ما كل التقارير بتتكتب كده، لما الادويه موجوده والسراير موجوده نكتب تقرير ليه؟ مش بيقولوا في ادويه؟ طب هي فين؟ زخانات؟ خلاص بدل ما نكتب تقرير اسال في الاجزخانات. انا مسطول؟ ما كل التقارير بتتكتب كده. صلي على النبي بس يا استاذ انيس وخد لك جزرايه مخلله تكسر بيها سطلك. انت هنا ما جمعتش بس على تقاريرك، انت هنا جمعت على كل التقارير اللي بتتكتب. والفرق هنا واللي وضحه الفيلم ان الناس بتتخدر من كل الكلام اللي بيتكتب لها او بيتقال لها. يعني المخدرات اللي شفناها في اول كام فريم كانت رمزيه مش اكتر لجميع انواع المخدرات اللي هنتعرف عليها بعد كده. مخدرات على شكل نظام اداري واجتماعي وسياسي، وحتى كمان سينمائي زي ما هنشوف بعد كده في مجريات الروايه. بعد كده رجب القاضي الممثل الشهير بيقابل انيس بالصدفه، واللي بعدها بنعرف انهم كانوا جيران في المنيره زمان، بس انيس طبعا مش مجمع عشان هو عامل دماغ، وبيتفق معاه انه ياخده على عوامه. واثناء ما احنا داخلين على عوامه بيقطع المخرج حسين كمال على الجورنال اللي فيه النزاع اللي داير على الجبهه اثناء حرب الاستنزاف. فاحنا كده كونا صوره كامله وشامله عن ان الناس مغيبه وموافقه انها تتغيب، في عز ان في جنود بتتحشد كل يوم على الجبهه عشان يستردوا الارض المنهوبه. بس لسه ما عرفناش ايه اللي يدفع انسان انه يسحل نفسه بنفسه ويتكيف بكيف حقيقي مش رمزي عشان ينسى بيه كل العالم. وبنشوف كلوز عبقري بيستمر لكل الشخصيات اللي هتدخل على العوامه بعد كده لرجليهم وهي ماشيه على الجسر اللي بيفصل ما بين العالم اللي بره اللي الناس متكيفه فيه على المستوى الاداري والاجتماعي والسياسي، وبين الناس اللي داخله المكان ده اللي هيتكيفوا فيه كيف فيزيكالي عشان ينسوا كل ما يحيط بهم من العالم الخارجي. كأننا داخلين عالم تاني، عالم بيتساوى فيه كل الرؤوس، الفنان والمثقف والنخبوي والموظف وكل الأطياف والطبقات. كل اللي بيجمعهم هو الانحلال وبس. الست اللي جاية تخون جوزها عشان خانها مع الشغالة وكل يوم في حضن واحد من الشلة شكل، الفنان اللي بيشتغل أعمال هابطة من بعد الهزيمة النفسية، واللي بنشوف مشهده الوحيد اللي كان بيمثله كان فيه ألوان والعليط في الفيلم دونا عن باقي المشاهد الأبيض واسود عشان احنا عاوزين نديها ألوان وفرفشة. وده كان زي فرمان كامل على جميع انواع الفنون وقتها اللي كانت مليانه بالكذب والتخدير للشعب. اصل الموزعين اليومين دول كلهم عايزين فيلم بالالوان. انا هعمل لك شغل يا استاذ. معاك مهرجان كان وانت بطل البطيخه سيف. قطعه المهرجانات وسنينها خليها يا اخويا دي الموجه الجديده. انا عايز فيلم يبسط الجمهور. ايه اخبار الفساتين؟ انا عايز فساتين ملعلقه، فساتين مدندشه، فساتين تبسط الجمهور. طول الوقت شايفين شله فاسده مهزومه بالابيض والاسود، وهي دي الحقيقه الوحيده اللي في الفيلم. انما لما قررنا نشوف فيلم بيتصور شفنا ألوان عبارة عن كدبة كلها حاجات عبيطة. اللي بيكدبها عاوز يقول إن دي حياتنا، ألوان في ألوان شكلها حلو كأنه بيقنعنا بجمال الواقع بالعافية. حتى جماله بألوانه ما فيهاش أي ذوق حقيقي لأنه ما يعرفش معنى الذوق. حقيقة مزيفة وواقع مش حقيقي. الحاجة الوحيدة اللي كانت حقيقية هي المخدرات الحقيقية اللي كانوا بيشربوها بدل من المخدرات اللي بيدفعوها بالعافية من كذب وزيف طول اليوم. وباقي شخصيات
الشخصيات العوامه اللي هنشوفهم وبنشوفهم بعد كده، اللي كان في الروايه دارس في الازهر والنهارده بينتهي بيه الحال للشكل العدمي العبثي ده، واللي كانت بتتسلى وفقيره انها تبقى بتشايع بالورقه والقلم وتاخد فلوس نظير المتعه اللي بتقدمها لكل واحد والتاني، لدرجه انها تطمح تسكن في الزمالك وتركب عربيه، واللي لسه بتدرس وصغيره فيها الامل والمستقبل هي رخره بتروح في العوامه. فتعالى بقى نكتشف عالم العوامه، العالم اللي بطله هو الكيف وعدميه البني ادمين وشددانهم لفيشه الواقع المرير اللي هم عايشينه وحططانهم لفيشه ترويق الدماغ والسطل. ليه هم قرروا يروحوا السكه دي؟ ليه قرروا ينسوا المجتمع بازماته ومشاكله بدل ما يكون ليهم دور في حل مشاكل المجتمع بما انهم من النخبه والمتعلمين والمثقفين؟ العوامه دي خلينا نقول انها الواقع الحقيقي والهزلي والعدمي والعبثي. من الاخر كده نجيب محفوظ جوه العوامه دي بيحاول يقول اننا احنا بلدنا حتى حارس لكل فريم والتاني بنشوفه بيصلي يا بيدعي ربنا، اهو ده اكبر ابن فيهم، اهو ده بقى هو الشرير اللي انا جاي اتخانق لك معاه النهارده يا شقيق. طيب ابلع ريقك بقى كده وصلي بينا على النبي، عشان عاوزين نعرف فين لا مؤاخذه المشكله اللي عاوزين نحط صوابعنا كلها عليها. شله المنحلين اللي كان بيتكلم عليهم نجيب محفوظ دول لازم نبص عليهم بنظره ثانيه كده، استغفر الله العظيم، يعني بطريقه فيها كريتيكال ثينكينج، يعني لا مؤاخذه التحليل النقدي اللي احنا كده اصلا ما بنعملش بيه، لانه اسهل ما فينا اننا نكون زي حارس العوامه بتاع الروايه. حارس العوامه خليني اقول لك وعلى بلاطه كده، لو خدناه يعني بامتداد الزمن، لان زي ما قلنا الروايه بتصلح لاي عصر، فهنلاقيه من اسوأ شخصيات الروايه اصلا ان لم يكن اسوأهم، لانه كان الشخص اللي بالنسبه له هو لسه ملتمس بهامش من الكود الاخلاقي، هو اللي لسه بيصلي الفرض بفرضه، بس في نفس الوقت من غير ما يحس نجيب محفوظ خلاه قوات كبير شاهد على الستات اللي بتروح وتيجي طول الوقت على العوامه من كبير لهم لصغيرهم، هو الشخص اللي بيجيب لهم الحشيش، هو الشخص اللي بيعمر لهم الدماغ على الجوزه، في نفس الوقت هو نفس ذات الشخص اللي جواه نفس الشرور للنفس البشريه اللي جوه الشخصيات الماجنه المنحله داخل هذه العوامه. مساء الخير يا كومندان الحرس. لو كانت جت من 30 سنه استغفر الله العظيم سامحنا يا رب. يعني نجيب محفوظ بيقول لنا ان الحارس اللي كان ملتزم بهامش الاخلاق والدين هو الشخص اللي عنده شيء من جواه بيقول انا لو كان ظروفي سواء زماني زمان او في ظرف تاني كان زماني قمت بيها ولا مؤاخذه جمعت هذه الانثى اللعوب. يعني مشكلته هنا مش في الشيء الملعون ده قد ما في ظرف الشيء الملعون نفسه، لو كان اتغير كان عمل نفس الشيء الوحش ده اللي هو طول الوقت استغفر الله يعني بيوهم نفسه انه بيضحك على ربنا انه مش مشارك فيه. جهزت الحاجه يا عم عبد كله اسعدت بيه، محجوزه والمعزل ولا مؤاخذه كمان. طب خد دي احنا خدامين يا بيه. استغفر الله العظيم سامحني يا رب، دي حته صغيره ما تتحسبش ذنب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا ما شفتش حاجه، ما شفتش، سامحني يا رب. وهنا يا اصدقائي احنا بنشوف شخصيه مصريه اصيله جدا جدا جدا. اولا هو حارس، والحارس في ثقافتنا المصريه مش بس حارس للبيت او للعقار او للعوامه، لا، الحارس في مصر عنده بريفليج يسالك ويسالك لا مؤاخذه يعني على نوع ومقاس يعني ملابسكم الداخليه، هو ليه سلطه من العدم كده ان هو ينم عليك ويتهمك في اخلاقك او شرفك، وانت يعني لو انت مش عاجبه شخصيه كده يعني تحكم عليك وتجيب اللي فيها فيك. عم عبده كمان كان هو الشخص اللي فك جنازير العوامه في نهايه الفيلم انتصارا للهامش الاخلاقي والوازع الديني اللي معاه من بدايه الروايه. فخلينا بقى نسقط عم عبده على المجتمع دلوقتي، لان زي ما قلنا عم عبده كان شريك معاهم في الانحلال ان ما كانش هو اسوأ واحد فيهم. على الاقل الناس دي بتضحك على حالها وعلى نفسها في مكان خاص، انما عم عبده فبيضحك على نفسه وبيضحك على ربنا ان هو مش زيهم، مع انه جواه زي ما قال لو الظروف كانت اتشقلبت كان ممكن يعمل كده. الروايه يا اصحابي كانت بتقول بكل شياكه وبكل صراحه ان المجتمع المصري اللي عاش في الهزيمه النفسيه دي زي ما هي خلت كل الناس منحرفه ومنحله وعدميه، الانحلال والتحلل اللي حصل في المجتمع ده خلى التدين نفسه كمان يبقى زائف. حتى لو انت بتضحك على نفسك ان انت بتعمل شيء اخلاقي او شيء ديني، فبرضه انت عندك جانب متحلل انت عارفه كويس. فعم عبده هو واحد من ضمن الناس اللي شاركوا في الانحلال اللي حصل في اخر فتره ده، لو كنتوا حابين تسموه انحلال او لو انت مش شايف ان هو انحلال براحتكم، ايا كان ايه انحلال كده بقى من ناس رجاله وستات واطفال وكبار وصغيرين وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده طبعا، وكانهم يعني صحي من النوم قالوا ان احنا عايزين نبقى وحشين النهارده وعايزين ننحل النهارده بس تمام يعني. فيظهر علينا عم عبده في هيئه ناس بتشاور على انحلالهم وبتشاور على فسادهم وتقول الحق المنحل اهو، وفي ثامنيل الفيديو بتاعه بيحط المنحله دي بطريقه فيها انحلال برضه عشان يجذب النظر والانتباه ليه. طب انت فرقت عنه ايه يا عم عبده؟ المشكله ان انت بتدخل علينا
3 كلمات دينيه كده في البدايه، اللي هو يعني يا جماعه احنا وصلنا لمرحله فيها تردي اخلاقي وحاجات كتيره صعبه جدا كده. انا عارف طبعا ان هي من قلبك وكل حاجه، الفكره يعني انت فرقت عنهم في ايه؟ انت لو هي بكره مش موجوده فانت عيشك اتقطع، لانك ما عندكش محتوى تاني بتتكلم فيه غير كده بس. فانت يعني somehow انت انحليت زيه بالظبط يا حبيبي، وما فرقتش عنه حاجه خالص يا حبيبي، لان انت بنيتك قصدت تشد الانتباه. انا دخلت جوه نيتك وحكمت عليها زي ما انت ما حكمت على غيرك، لانك انت ما كنتش فاضي تتكلم عن تحليل او تتكلم عن فكره ان ازاي الشخص ده او ازاي الفئه دي او ازاي الناس دي بتعمل كده. لا، انت بتتكلم في ان هم بيعملوا كده، صحيوا من النوم قالوا يلا نعمل كده. وده بقى الفرق ما بين نجيب محفوظ اللي كتب الروايه وعم عبده اللي نجيب محفوظ كتبه في الروايه، واللي هو خلاه قواد وهو نفسه مش عارف ان هو قواد. نجيب محفوظ في صرخته الاخيره اللي عمل فيها سلكت اول على المجتمع كله، مش بس على قوه سياسيه او اجتماع، كل الناس، ان احنا كلنا بايظين وان احنا كلنا شاربين حته ب 200 بس ثواني، حته ب 200 بسعر الصرف بتاع سنه 65، يعني حته معتبره. وحتى تدينك انت يا عم عبده، انت كمان تدينك متحلل، ايمانك بايظ لانك انت يعني عامل نفسك مش شايف التحلل اللي في المجتمع، ولا شايف ان التحلل ده اثر على ايمانك بالضروره. وافقت على الانحلال ليه طيب يا عم عبده؟ كنت قاعد معاهم في العوامه ليه؟ كنت بتشارك يومياتهم ليل نهار ليه ما سبتش العوامه وشفت محتوى تاني غيرها؟ هتقول كنت مضطر. طب يا عم ماشي، طب ما تسال طيب اللي تحلل ده تحلل ليه، واللي فسد ده وهو كان كويس قبل كده فسد ليه؟ فتعالى بقى نوري عم عبده اللي نحل ليه. يمكن هو ما كانش عايش معانا في الدنيا، او يمكن عم عبده كان متكيف بالكيف الرمزي اللي البلد متكيفه كلها بيه، عشان نقول له ان انت كمان مهزوم وفاسد ومتحلل من جواك. والاهم من ده ان احنا عايزين نعرف سبب الهزيمه النفسيه اللي عملت الانحلال ده كله، لان عدم الوقوف قصاد الهزيمه دي مش هيؤدي للانحلال بس، ده هيؤدي للجريمه يا بيه. الفيلم قالوا بكل بساطه ان مجموعه المثقفين دول اتجهوا للكيف، وهم في شبابهم كانوا شخصيات ثوريه بيحبوا البلد واتسجنوا عشان حريتها وبيعشقوا ترابها. وقال الفيلم والروايه ان رجب القاضي اللي بيغني الطشت قال لي يا حلوه يلي قوم استحمي في المشهد المزيف ده هو نفسه الفنان اللي لما قعد مع سماره اللي كانت عاوزه تغير من عدميه ركاب العوامه انه قرا لكل عظماء التاريخ تقريبا. قريت لمين؟ قولي ما قريتش لمين؟ هو كمان بمثل افلام اي كلام ابقى ما بقراش. قريت يا ستي لموليير، شكسبير، بريخت، شو، وإبسن، آرثر ميلر، أوسكار وايلد، قريت كتير قوي. ولما بنروح بيته بنشوف صورته وهو عامل شخصيه مهمه جدا من شخصيات شكسبير، وهي شخصيه عطيل. في نفس الوقت اللي البنت اللي جات له البيت عشان تمثل وهو بيقول لها قريتي لمين بتقول له انها قريت حاجات تافهه. انت بتقري لمين؟ بقرا اسرار النجوم والمخبر المجهول ومذكرات مدام ميم. تجنن. لا دي حاجه عظيمه خالص. ودي اشاره خطيره في الفيلم ان البنت اللي ما جابتش 20 سنه وبتمثل رمزيه مستقبل مصر هي اللي جواها فاضي وخايخ من قرايتها ومن الحاجات اللي بتحبها، وهتطلع تافهه وطريق الانحلال مرسوم ليها كده بعد الهزيمه اللي حلت على البلد. عشان كده رجب القاضي ما بيترددش اللحظه انه يمارس معاها البغبغاء طالما انت مش جايه منك فن وطالما انت دماغك فاضيه. واخر حاجه في تاريخ شخصيه رجب لما عمل الطشت قال لي يا حلوه يلي قوم استحمي بالمنظر المسخ ده، كان بعد ما المخرج قال كات باين على وشه انه مش راضي ومش قابل باللي بيعمله اطلاقا. وبتساله بنت المستقبل على رمزيه الطشت قال لي فيقول لها كده. جمله الطشت قال بترمز لايه؟ دي بقى دي هي بترمز لانقطاع المياه في الادوار العليا. ده الفن الهادف اللي بيعالج مشاكل الناس. الكلمه يمكن برغم هيافتها وعبطها وهي بتتقال بسخريه عن الواقع، او ان رجب مش لاقي كلام يقوله يفسر بيه المسخ اللي وصل ليه، الا انها جمله عبقريه بينت سبب انحلاله وسبب المسخ اللي المجتمع وصل فيه كنظام اجتماعي وسياسي وفني كمان. انقطاع الميه في الادوار العليا كانه بكل بساطه بيقول انا كرجب اللي كنت بأدي دور وفن راقي زي عطيل اللي شفناه، القوى السياسيه اللي انفردت بكل القرارات خدرت الناس وخدرتنا، وكانت السبب في الحال ده بسبب انها مش عاوزه تسمعنا ولا تفهمنا، وكأن الميه او صوتنا مش واصله لهم فوق ولا قادرين يفهموا احنا عاوزين نعمل ايه من جوانا بجد بره عن المسخ اللي انتوا وصلتونا ليه. وهي دي بكل بساطه الرساله اللي الفيلم قالها، ان جميع الفئات اللي اتهمشت دي بعد ثوره يوليو وصلوا للحال اللي هم بقوا فيه ده بسبب فساد المجتمع اللي استشرى جدا وقتها. وقالها صريحه نجيب محفوظ في الروايه إن الثورات يدبرها الدهاة وينفذها الشجعان ثم يكسبها الجبناء. واحد هيقول لي طب يعني أكيد يعني مش المجتمع كله يعني متحلل، طب ما أكيد في ناس بتروح من 9 ل 6 وبتشتغل وبتصلي وبتصوم والدنيا ماشية والحياة ماشية عادي جدا. هقول لك تمام برضو، بس ده مش معناه إن هم فلتوا من تحلل المجتمع، لأن أنا مش عاوزك تنسى إن زي ما الرواية جمعت الفئات العليا اللي في المجتمع من المثقفين والفنانين، زي ما هي برضو بتقول لك طب ما بالك بقى بالفئات الأدنى، ما هو ده بني آدم وده برضو بني آدم. الفنان اللي كان قاري كويس وبيعمل
عطيل اشمعنى بقى بيعمل كده دلوقتي؟ لان المناخ اللي فيه فساد عمره ما هيولد حاجه تنهض بالمجتمع او تخليه ان هو يتفوق سواء على المستوى السياسي او الفني او الاقتصادي او الاجتماعي او ايا كان. والدليل على كلامي ده اول دقيقتين في الحلقه لما عبد الحكيم عامر كان عاوز يحاكم نجيب محفوظ، فبالتالي مش الفنان اللي كان هادف ده عاوز يعيش، فهيضطر يعمل حاجه ضد مبادئه اللي كانت عنده قبل كده لما كان بيعمل عطيل. وده اللي خلى رجب القاضي كاره للحياه وكاره للدنيا وكاره للعالم لما المناخ اتملى مخدرات وكذب على الناس وهو كمان كان بيخدرهم باللي بيعمله. فهمت بقى انا ليه كنت بقول لك ما بالك بالفئات الادنى؟ لان برضو اكيد اللي شغال من 9 ل 6 فهو بعد ما بيخلص شغل بيدفع رشوه عشان يخلص ورقه في مصلحه حكوميه، مع انه كويس ومحترم وجميل وكل حاجه حلوه وزي العسل، بس هي دي الفكره، تحلل يا باشا، مفيش حد بينجى منه. فاختيار فئات النخبه كان ليها هدفين، انه زي ما النخبه والمثقفين والفنانين هم الايمج بتاعت البلد وهم حالهم على الله ان شاء الله، وويل للعالم اذا تمايص المثقفون وبتاع. والمعنى الثاني زي ما قلنا لو فكرنا شويه، طب لما دول كده امال الباقيين عاملين ازاي؟ نور يا عم عبده، جاي لك تاني يا عم عبده. يعني لا اخفيكم سرا يعني كده كنت مستني اي حلقه يتكتب فيها كلمه عم عبده عشان اعمل حركتين العبط اللي انا عملتهم دلوقتي دول. اصعب حاجه في الروايه بجد انها جمعت الفنان الكبير المشهور المتحلل بجاره انيس افندي، واللي كمان كان بيديله دروس خصوصيه في العربي. اقدم لكم الاستاذ انيس زكي، كان جارنا في المنيره ايام الفقر، يا ما ادانا دروس خصوصيه في العربي التاريخ، ما كانش في حد زيه ابدا. فالفيلم والروايه هنا بكل عبقريه مش بس وروك ان الفئات المؤثره تحللت، ده مفيش تحلل اصعب من ان استاذ وتلميذ يقعدوا مع بعض يشربوا حشيش في يوم من الايام. وانا عارف انك ممكن تقول ان الروايه بتبالغ حبتين 3 4 عشان بهارات على القصه، بس خليني اقول لك بقى من ريفرنس اعرفه شخصيا هشرح لك يعني قصه دلوقتي، وانا عارف والله انك انت مش هتصدقها، يعني انت مش هتصدقها غير في حالتين، لو انا قلت لك صديق الانسان او يا عزيزي، لان دول اكتر 2 هيتصدقوا في اي حاجه بتتقال. المهم يعني القصه اللي انا جاي اقولها لك دي جايه من راوي العهد عليه طبعا، حبيب قلبي بحبه جدا. الراوي ده بقى يا جماعه يعني انا لو امتلكت الشجاعه في اخر الحلقه يعني ممكن اقول لكم على اسمه، بس انا مش هقول لكم دلوقتي بصراحه لان انا مش عارف هيبقى عندي الشجاعه ولا لا. بيقول لك بقى الراوي اللي العهد عليه ده انه في مدرسته في اعدادي، واللي اسم المدرسه دي تحديدا بيعود لاحدى الصحابه اللي كانوا صديقين جدا بالمناسبه. فبيقول لك بقى ان هو لما قرا الروايه افتكر لما كان في اعدادي وافتكر حاله العدميه والعبثيه جوه الفصل دي لما كان بيشوف احدى الطلاب الصيع جدا جدا لما كانوا بيقضوا بمخدر الحشيش ثم ياتون به لمدرس اللغه العربيه برضه بالصدفه زي انيس زكي كده وبيدوا له الحته بتاعه الحشيش، ثم بيروح المدرس اللي ما كانش خالص مدخن، ما كانش بيحب التدخين ابدا، بس كان بيروح لحته كده سبوتايه على بعد يعني تعدي الشارع مثلا كده ولا حاجه، فهم كانوا بيشوفوه من الفصل لحد ما هو بيروح هناك بيحط الحشيش على الجوزه ثم يكركر كركره الجوزه. فيعني بس يعني اتمنى لو اي حد عارف المنطقه اللي انا بتكلم فيها بالظبط، يعني على بعد 100 متر 70 متر مثلا في قهوه تسمى بقهوه الكفار، حيث ان كل اللي قاعدين هناك كفار فعلا، لان هم في رمضان لا حد فيهم بيصوم ولا كلهم بيشربوا سجاير وشيشه وقهوه وبتاع طول وقت الصيام عادي جدا، والناس بتعدي وصباح الفل يا باشا. فجماعه العهد على الراوي، انا ممكن اقول الراوي ده هو مين في الاخر، بس يعني صدقوني الموضوع ده حصل بجد، وانا بحكي الموقف ده عشان ده ريفرنس حقيقي اتشاف من شخص حقيقي. الشخص ده عايز يقول لك ان لو روايه صرصره فوق النيل كانت بتقول ان احنا داخلين على نفق مظلم، فبالريفرنس ده اللي شبيه للروايه دي من وقت كان في مدرس قاعد مع تلميذه في سن ال40 وال50 سنه ليهم، لوقت مدرس بيقضوا له طلبه الفصل بتاعه في اعدادي، ما بين الاتنين في هزايم نفسيه كتير جدا حصلت. ده بيقول ان احنا مش رايحين للنفق، ده احنا عدينا النفق وخدنا 3-4 كباري بعديه. وبرضه يا جماعه لو محدش مصدق القصه اللي انا حكيتها عن الراوي اللي قالها دي، باشا بقول لك ايه، انزل بالموبايل بتاعك في اي حته في القاهره والله العظيم 3 لا يجي لك الهام مش تعمل بس صرصره فوق النيل، ده انت تعمل طرطره فوق النيل يا راجل. والسؤال المهم هنا نجيب محفوظ بفلسفته وانه بيجيب سبب كل شيء وتناقضات كل شيء في النفس البشريه، هل لو كان عمل الروايه دي كان هيشبه الانحلال اللي بيحصل اليومين دول بشكل ميلودرامي بناس صحيت من النوم قررت انها تنحل زي المسلسلات والافلام النص كم اللي بتتعمل اليومين دول عن كل الظواهر الاجتماعيه، من غير ما يجيبوا لنا هزيمه واحده بس مرت على جيل واحد مر عليه اصلا اكتر من 900 هزيمه؟ هقول لك لا طبعا، لان نجيب محفوظ كان هيقلق علينا ملط، لانه ما بيتكسفش يشاور على اي سبب لاي ازمه، وبعيدا عن الاسباب وراك نتيجه السبب ووراك عواقب الانحلال ووراهم لك في نهايتين للفيلم. النهايه الاولى لما راحوا
راحوا يصطبحوا وقت عيد هجرة النبي في 100 رهينة وهم قاعدين لا مؤاخذة على أعضاء جده، وبعدها بيدهسوا بعربيتهم وهم مساطيل. بنت 19 العمر حامل وقبلها كانت بتتبرك قصاد التمثال بإن يجي لها ولد مش بنت، في إشارة مباشرة في الفيلم إن شوية المساطيل المنحلين دول مش بيدوسوا بس بنت حامل وجنينها، دول بيوقدوا المستقبل، بيوقدوا مصر شخصيا، زي ما الحاضر موقود ومنحل في شخصية الطالبة اللي في كلية الآداب وتافهة. دي نهاية ما انتهتش بإنهم يفوقوا ويبطلوا الحياة العدمية اللي ملهاش أي معنى ولا أي جدوى، بل بالعكس شوية ندم على العوامة حصل، ولكن لاقوا 1000 مبرر منحل زيهم لموت الحلافة اللي قتلوها. وتلاقي اللي زي دي كانت غلبانة وفقيرة وهتموت من الجوع، عايز تريحك. العمر بختها ماتت شهيدة وضمنت مكان في الجنة، يعني انت تبقى صاحب فضل عليها طبعا. هنا حتى المنحل اللي كان امبارح شاف انه ضحيه المجتمع فاسد، فهو نفسه فسد وانحل بعد فساد المجتمع وكل القيم، اتحول هو من مجرد ضحيه بالنسبه له او كما كان يتصور لجلاد، لقاتل، لمجرم. النهايه الثانيه من الفيلم لما سماره الصحفيه اللي كانت بتحكي عن قصصهم العدميه والسطل اللي نسيوا بيه الواقع اللي فيه مصر متاخده حته من ارضها، وحتى لما رجب القاضي وعدها انه هيجي معاها على الجبهه نام وطنش، وكان النوم مش بس نوم وطناش، ده نوم عن الواقع متعمد قصاد لذة الانحلال اللي هيروح لها اما يروح العوامة. ولما انيس بيشوف الاهوال اللي حصلت في مدن القناة لما حاربنا العدو، بيفوق اخيرا من المخدرات وبيحاول يفوقهم لما يرجع العوامة. في اول مرة بيطلع له صوت من بعد ما كان عامل وضع الطيران وبيصطبح طول الوقت. وسمارة اللي كانت طول القصة بتحاول تفوقهم من الغيبوبة اللي هم فيها، هي كمان بكلمتين لطافة من رجب القاضي بترق وتتغاضى عن الجريمة اللي عملوها لما قتلوا الفلاحة. سمارة يعني سكتي، اقتنعتي بينا؟ بقيتي زينا بتشربي من الجوزة، الحشيش اللي احنا فيه ما تشربيهوش. بس كده يا استاذ انيس، شكرا. بتشربي من الجوزة زي ما قلنا في بداية الكلام ان الجوزة او الكيف كان كيف رمزي، كيف رمزي بحت، الفيزيكال منه بس هم اللي كانوا بيعملوه جوه العوامة، وده اللي كانت هي سمارة بتنهضه بتقف قصاده في كل كلامها معاهم. انما هي في لحظة تغييب رجب كان بسهولة هيضحك عليها ويخلق لها مبرر لجريمته عشان تتأكد لنا رسالة الفيلم ان كلنا ضايقين من الجوزة، كلها ضايقة من الكيف، كلها مسطولة، كلها عندها إيحاء او مستقبل انها تروح مع الوباء، عشان بعد كده يهربها انيس بره العوامة. وعم عبده الجميل بيفك ويفصل الجنزير عن عوامة المنحلين عشان تشوف مصيرها ونصيبها لما تبقى غرقانة وسط النيل في عدم اكتراث منه ان يا ترى المنحلين دول هيغرقوا او هينجوا، ربنا معاهم. بس في نفس الوقت الكادر قطع على عوامات كتيره احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل جواها، 100% بيحصل فيها انحلال وتغييب عن الواقع وعدميه زي ما كان بيحصل في عوامتنا. وانيس بيمشي في كل شوارع القاهره يقول الفلاحه ماتت ولازم نسلم نفسنا واحنا اللي قتلناها، ويا ناس فوقوا الفلاحه ماتت ولازم نسلم نفسنا، يا ناس فوقوا، الحشيش اللي احنا فيه ما تشربوهوش، يا ناس لازم نفوق. صرخة أنيس في الشارع هي صرخة نجيب محفوظ نفسه اللي عمم المشكلة على جميع أطياف الشعب، على أنيس نفسه اللي ما قتلش الفلاحة بس دخل نفسه جوه المشكلة لما شاف خراب مصر في الجبهة وتغييب المواطنين سواء فيزيكال أو في الشارع، وقال لازم تفوقوا ولازم نفوق كلنا، في إشارة إن إحنا كلنا شركاء في الجريمة اللي حصلت، كلنا طرف فيها، كلنا قتلنا الفلاحة ولازم نسلم نفسنا. بالمونولوج اللي عمله أنيس ده نجيب محفوظ كان بيسألنا هل إحنا قعدنا مع بعض؟ يعني هل لما أنيس كان بيحاول ينور الناس ويقول لهم إن إحنا يا جماعة تحللنا، هل حد وافقوا بعد المونولوج اللي اتنبح فيه صوته ده وقال إن إحنا تمام تحللنا فيلا نتناقش في قعدة صفا ونشوف إحنا اتحللنا إزاي ونخرج من الهزيمة دي إزاي؟ طب هل الناس اعترفوا أصلا إننا دخلنا هزيمة نفسية أساسا، هزيمة خلتنا نتحلل سواء إن إحنا ناخد مخدر فيزيقي أو مخدر ميتافيزيقي في إننا نصدق إن إحنا أعظم ناس في الكوكب وأعظم ناس في العالم من غير أي مشاكل زي ما بالفعل كان بيتم تصوير الواقع بالشكل المزيف ده؟ يعني عايز أقول لك بالعكس جدا، ده من بعد هزيمة 67 اللي تنبأ بها الفيلم زادت المخدرات على مستوى الأفلام، على مستوى السينما، على مستوى الكلام، حتى على مستوى الآراء، على مستوى الأخبار، على مستوى كل حاجة. حتى الناس اللي أنيس كان بيصرخ فيها دي، الناس دي كلها ما وقفوش قصاد اللي هزمهم الهزيمة دي وقالوا له أنت هزمتنا، ده بالعكس، ده هو نفسه قال في خطاب بعد الهزيمة دي بكام يوم أنا مستعد أتحاسب لو أنتوا حابين، يعني بخطاب زايف علشان يدغدغ
دي مشاعر الناس. تقوم الناس تقول مثلا لا ده هزمنا هزيمه نفسيه، لا ده نزلوا له يقولوا له كمل يا باشا يا ابو غاشا. فالناس ما تجاوزتش الهزيمه النفسيه بتاعه الفيلم وشايفه الجروح في ضلوعها يعني وكرست التراب تحت السجاده. وبعدها هزايم تانية عدت على الناس زي الانفتاح الاقتصادي اللي الناس فيه زادت فقر والاغنياء فيه يعني اختنوا بالفهلوه والسرقه وحاجات كتير. فده اكيد 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 اثر على المدرس اللي جبنا سيرته من شويه ده. اهو ده برضه يا جماعه مهزوم نفسيا. لما واحد يفتقر وواحد يبقى مدرس اول محترم ما يكونش كمان بيدي دروس خصوصيه لان هو كان عنده مبدا، بقول لك ما كانش بيشرب السيجاره يا راجل. اكيد ضعف الاجر اللي خلاه بعد كده حاسس ان هو مش قادر يطلع اجيال ولا شاف نفسه بالصوره الذهنيه اللي اتصورت له وهو طفل وهو شاب. اكيد 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 خلاه يلجأ للتحلل اللي هو فيه. يعني واحد عايز يقول للناس اتعلموا علشان تاخدوا فلوس لما تكبروا وهو نفسه مش بيعمل الفلوس اللي بيتكلم عليها. عشان كده يا جماعه نجيب محفوظ لما قال علينا ملط قال لنا يا جماعه كلها تحللت وكلها عارفه بعضيها يا جماعه. القيم زايفه والمبادئ مضروبه بالنار والقاهره بتغوص في الوحله. حتى عم عبده اللي بيوعظ في يمين وشمال في كل حته هو برضه كمان تدينه لازم يبقى زايف غصب عنه. ما انت مش على راسك ريشه والله يا عم عبده اسمع مني. ما يعني نجيب محفوظ لو بيعمل الروايه دي وجاب كل الهزايم اللي احنا مرينا بيها اخر 50 60 سنه وكلنا نبقى شركاء في جرائم كتير فده هيخليك انت في الاخر تنجو يعني لوحدك. ما طبيعي نلاقي دلوقتي عم عبده يعني كاتب في البايو بتاعه ايتين على حديثين وفي الاخر هو نفسه اللي بيبعت في الازرس للبنات رسائل انسنسورد. وتلاقيه برضه كاتب لك في الكومنتات دايما يعني المجتمع ده باظ بسبب ان احنا تخلينا عن اخلاقنا. يا عم فوق بقى والنبي يا عم. ما انا بقول لك نجيب محفوظ قال لك ان ما ينفعش ولا يصلح ولا يجوز لمجتمع متحلل انه يكون في تركيبته الكيميائيه عنصر واحد يوحد ربنا سليم. حتى لما حط لك سماره اللي هي المفروض ان هي بتنقذهم من التحلل اللي هم فيه في مشهدين بس كانت خلاص هتشرب حشيش رسمي وانت عمال تقول اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا ومش عارف ايه وبتاع. انت كملت لحد بعد كده في اكتر من هزيمه زي ضياع قيمه عمله زي تدهور طبقي زي وسايط زي فساد زي محسوب زي حاجات كتير جدا. وكل ده ومش عايز تتفق انك اتهزمت نفسيا. والله يعني لو انت ما اتهزمتش في قيمك زي الفنان ولا بقيت بتقلب عيشك زي الناقد ولا بقيت فاسد زي المحامي ولا بقيت وصولي مستفز من اللي بيحصل في المجتمع من تدهور طبقي وعلو طبقي الناس لا تستحق زي البنت اللي كانت عاوزه تسكن في الزمالك وانت دلوقتي اكيد نفسك تسكن في كومباوند ولا بقيت متاكد ان تعليمك ما منهوش فايده وانت جواك خايخ زي الطالبه اللي كانت في الفيلم. فانت يعني بص حاجه من الاثنين يا اما انت متخدر بوهم زي انيس اللي كان متخدر وباقي الناس اللي حواليه وللاسف انت مخدرك دلوقتي صعب جدا ان انت تبطله لان زمان كان المخدر كان مخدر بيور لكن دلوقتي المخدر مليان كيتامين يا راجل. يا اما بقيت عم عبده بالظبط بتضحك على نفسك بهامش اخلاقي بقى انت عامل نفسك ان انت عامل بيه بس انت نفسك اصلا مش عامل بيه فبتحكم على ناس تانية انحلت وانت يعني عايز تصم اذانك وتغمي بصرك وتقول الحمد لله انا احسن من غيري. لا انت مش احسن من غيرك يا عم عبده. نجيب محفوظ يا جماعه كان عاوزنا نعمل ابديت او اعاده ضبط مصنع لكل اللي احنا فيه ونعيد المفاهيم اللي عندنا في الحياه لمفاهيم جديده بعد الهزايم اللي احنا مرينا بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا الناس بقالها 30 سنه بتردد مقوله ان احنا التعليم ما بقاش منه فايده. الشهاده حابلها واشرب ميتها انا حاططها في الدرج انا معلقها على الحيطه كزينه. حلو يعني كده العقد الاجتماعي انهار لانك اعترفت ان الشيء ده ملوش لازمه. طب يلا بقى بينا نحاول نبني عقد جديد او حاجه زي كده مثلا. هقول لك لا لان نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده ان هما مفيش منه لازمه وانا شايل مش عارف ايه على مش عارف مين بيتلحس تماما بمجرد لما اي حد من عمام عبده اللي احنا عايشين وسطهم دول يشوف حد بيمسك فلوس سواء بنكته سواء بهزاره سواء بكوره سواء بفن سواء برقصه سواء بهزه وبيتقال وقتها من عمك عبده انا عرفت دلوقتي حالا انا هحط الشهاده فين. انت حيرتني معاك يا عم عبده والله. هو انت يا ابني من الناس اللي هي كانت من قبل 30 40 سنه مآمنه بالعقد الاجتماعي بتاع اتعب اشتغل اتعلم هتلاقي ولسه انت ماشي بنفس العقد الاجتماعي ده ولا انت نفس عم عبده اللي شاف ان الازمات اللي حصلت دي كلها خلت ان الشيء ده اللي هو اسمه التعليم يعني ما بقالوش لازمه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت الابديت الوحيد اللي عملته هو ابديت لغوي. كان زمان بتقول انا معلق الشهاده في الحيطه دلوقتي بتقول انا عرفت احط الشهاده فين. هو انت اللي اتضايقت ان في شخص شتم ورا شاشه وفرحت ان هو راح في الوبا ولا انت نفس الشخص اللي بيشتم قصاد شاشه تانية قصاد لعيبه كوره بيجروا ورا كوره جلد؟ طب هو احنا الازمه هنا كانت في الشتيمه ولا مصدر الشتيمه اللي هو شاشه موبايل او شاشه بيره ولا في ظرف مكان الشتيمه؟ هو احنا المفروض نقول ان مصر دي مصر بلد فرعونيه مصريه قديمه بس وتوظف باقي الحضارات تتهد قصادنا عادي كده ولا لو
عندنا شويه حضاره بجد فعلا زي ما بنقول، يبقى نقول ان مصر دي هي المعده اللي هضمت كل حضارات الكوكب لكل الناس اللي جم فيها. هو احنا لينا حق ان احنا نتريق على عربيات الاكل بتاعت الهنود عشان هم بيقدموا حاجات مقرفه جدا؟ ولا احنا نفس الناس اللي عندنا نفس العربيات اللي بتقدم نفس القرف؟ طب هو احنا اللي شعب راقي ومتحضر ويا سلام لو رجعنا زمان هنبقى احسن ونقول سعيدا مبارك يا هانم وسعيدا مبارك يا بيه؟ ولا احنا الناس العشوائيين اللي قاهرتنا من اعلى نسب التلوث والازدحام في العالم، فبالتالي منطقي جدا ان احنا نشوف التكاتك اللي بتعمل دوشه وضجيج وسواقين التكاتك اللي بتعمل ريفيرب -5 دول فبيصدعوا اللي ما اعرفش بيعملوا الحركه دي ليه عامه، زينا زي الهند برضو اللي احنا لسه كنا متريقين عليهم. طب هو احنا المفروض نقضيها تريقه على الباقي كأن ما عندناش من ده جوه، ولا نتصالح بقى ان احنا بقى عندنا من حاجات كتيره قوي وحشه جوه فنقعد نقول ان احنا يا جماعه عندنا الحاجات دي جوه؟ ما تقول لنا يا عم عبده، ما نجيب محفوظ يا ابني قايل لك الكلام ده من 60 سنه. هو انت بعد كل التغيرات الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه المازوخيه الساديه اللي احنا فيها دي مش عايز تتصالح معاها ولا تعترف انك تحللت؟ مشكله عم عبده اللي جوانا كلنا كنفس بشريه نجيب محفوظ صورها لنا ببراعه بخيرها بشرها بتنظيرها بحكمها، انه زي ما هو كان عامل ليبل ليهم للانحلال، فعم عبده كان رافض يحط سبب الانحلال اللي هم فيه، ولو كان حط السبب ده او كان بص فيه كان عارف ان هو منحل زيهم. عشان كده اكتفى في الاخر ان هو يرمي العوامه في النيل تروح بقى لنصيبها. يا عم عبده انت كمان برضو كنت لازم تبقى في العوامه يا حبيبي. عم عبده هيفوق دلوقتي عليا ويقول لي بس يعني كل الناس مش كده، مش كل الناس تحللت، مش كل الناس وحشه. يعني هقول لك انت صح يا عم عبده اكيد طبعا، انا مش بعمم، لان في 19 بنت ماتوا من فتره وهم كانوا بيجروا على اكل عيشهم، وال19 بنت دول كانوا اكتريتهم كمان بيدرسوا في جامعات محترمه بكليات محترمه زي التمريض، وكانوا بياخدوا $2 في اليوم وماتوا في حادثه على طريق اسمه طريق الموت. البنات دي من الفقر من المشاكل من الازمات هم ستيل مشبكين ايديهم في العقد الاجتماعي وعندهم ايمان حقيقي ان التعليم هيخليهم يرتقوا. تعالوا تمام نصبر، الصبر يعني الصبر مفتاح الفرج. في نفس الوقت اللي فيه بنات من طبقه تانية بتقول انا دفعت $2 في اليوم بس جنبهم 3 اصفار $2,000. المشهدين دول في نفس اليوم وفي نفس الحين يا عم عبده. بس يعني اللي انا عايز اقوله لك ان طبيعي جدا جدا ان 100 مليون واحد مش هيبقوا زي ال19 بنت دول اللي انت بصيت لهم بنظره احترام وتقدير، ولا برضو ال 100 مليون واحد هيبقوا زي البنتين اللي هم بيصرفوا $2,000 في اليوم. بس انا عايز اكلمك يا عم عبده في اللي انت بتكرههم، مع انك انت المفروض تبقى عارف ان طبيعه بشريه ان اي حد يشوف اي حد بيقول انا بصرف $2,000 في اليوم وهو قاعد في بيته وبيشوفه في موبايله. طب ما اكيد يعني مثلا البيت اللي فيه نشع رطوبه، في واحد قاعد عنده انيميا ومش متغذي كويس وبيشوف كل يوم حد بيقول له ان انا بصرف $2,000 في اليوم، طب ما طبيعي جدا ان هو هيقول طب ما انا نفسي ابقى زيهم. هو يعني اتكتب عليه ان هو يشوفها بس في موبايل لناس بتستفزه اجتماعيا كل يوم؟ طب ما طبيعي الاستفزاز ده هيكون في الاخر طاقه غضب مش طبيعيه هتخليه بعد كده يجيب دقيقه على وشه. ما تتصالحوا يا جدعان، تصالحوا مع اكتر شيء منطقي في العالم. يا عم عبده انت مش قادر تحب سوزي لانك انت بتقول ياه دي شتمت ابوها. يا عم ده ابوها نفسه ما كانش عنده مشكله لما هو اتشتم، انت مضايق روحك ليه حاسس بسلطه ابويه كده تجاه يعني سوزي وابوها؟ مشكله يا عم عبده لو انت كنت كلفت خاطرك بس ورجعت 5 ثواني قبل ما هي ما تشتم ابوها كنت هتسمع بنت عندها انيميا واضحه وضوح الشمس وشها اصفر جدا بتقول بشتغل بالشغلانه والاثنين والثلاثه في اليوم وبيطلع ديك امي عشان تهف مني فلوسي وتجدع على اصحابك. انت حرفيا مسكت في النتيجه اللي هي بقت فيها، والسبب اللي هو الفقر اللي ادى ان هي تبقى بالمسخ اللي انت شفته ده سبته ولا كأنه كان موجود اصلا. يا عم عبده اللي يبقى عنده 16 سنه ويعمل حاجه زي دي صدقني يعني ده محتاج جمعيات الرفق بالانسان والرفق بالحيوان والرفق بالموتى والرفق بكل الكائنات اللي في العالم، علشان بجد ده محتاج طبطبه. واحد هيقول لي دلوقتي انت بتبرر للناس عليها احكام قضائيه ومش عارف ايه. ثواني لحظه واحده، انا بتكلم عن حدث حصل من 3 سنين، كان بنت ساعتها طفله عندها 16 سنه، مش بتكلم عن دلوقتي. انا حكم القضاء والقوانين كلها على عيني وعلى راسي طالما في مشكله، وانا مش بتكلم عن حدث جديد. انا مش بحكم على حد اصلا لان انا جس وقت مش قاضي، واصلا الحلقه دي عاملها عشان اقول ان احنا مش قضاء علشان نحكم على بعض. انا بتكلم عن موقف حدث من 3 سنين لطفله اثار الجوع كانت واكله وشها، ولما مسكت فلوس اثار الحياه بانت على وشها. اللحظه اللي كانت بتشتم فيها وبتزعق فيها دي كانت محتاجه احضان كتيره جدا
هي اتحرمت منها من الطفوله. مش منطقي خالص ان احنا نتصالح مع فكره ان في طفل يشتغل بالشغلانتين وثلاثه وعنده 16 سنه، والمنطقي ان احنا نحكم على نتيجه التحلل اللي هو كان اتولد وكمل حياته فيه. احنا ليه بنتصالح مع الاشياء التي لا يجب ان نتصالح معها؟ المشكله اللي مش قادرين يتصالحوا مع كده هم نفس الناس اللي بطنهم داقت طعم الجوع وعرفت ريحته وعرفت شكله وعرفت نشع الرطوبه شكله عامل ازاي. هم نفس الناس اللي مستكترين على اي حد ان هو يخرج او يتمرد على شويه حاجات لا تجدي باي شيء. فهنا عم عبده ممكن تكون مضايقته جت ان هو شاف شخص تمرد على العقد الاجتماعي اللي هو فضل مشبك ايده فيه طول ال 900 سنه اللي فاتوا، اللي هو اصلا اكسبايرد وغير قابل للاستخدام الادمي، فبالتالي فضل يكتب لنا احنا حط الشهاده فين. طب هو ده مش مؤشر يا عم عبده بالنسبه لك ان دي ممكن تكون مشكلتك انت، انك مش عاوز تبص للصوره بعين حقيقيه؟ اصل يعني فكر معايا كده، لما عدد المتقدمين للماجستير يقل بالشكل العنيف ده وبغض النظر عن باقي السنين، لان احنا كده كده عارفين ان الشرط ده هو اختفى اساسا، فانت المفروض دلوقتي يا عم عبده تكون شفت انه خلاص محدش بقى مآمن بالعقد الاجتماعي ده، سواء اللي الميه مش واصله لهم من الطشت او من الناس اللي بتتقدم للماجستير. ده ما اهتمش يعرف ليه العدد قل، والتاني قال لك طب ما هجيب فلوس منين مقابل الدراسات دي، ومقابل ده انا هاخد ايه بعد كده؟ وفي كل الاحوال المؤشر صعب جدا، لانه كده انت ما عندكش جيل يقود اجيال فاتت في التدريس والماجستير انت عندك كوارث انت مش واخد بالك منها. فالصوره انت جزء منها والعوامه انت جزء منها، فما ترميش الناس في العوامه وتقول ان انت احسن الاحسنين او توافق على حاجات بمزاجك وتسيب حاجات تانية مش بمزاجك. الحل هنا في صرخه نجيب محفوظ ان عم عبده يقعد مع اللي قاعدين في الادوار العليا، يقعد مع زوار العوامه ويتفقوا على عدم التهميش، ويعملوا ابديت شامل كامل لكل العقد الاجتماعي، ويعترفوا بالازمات النفسيه اللي هم مروا بيها كلها من 70 80 900 سنه، وازاي احنا هنخرج من كل ده. بس الاول لازم تعترف انك اتهزمت يا باشا، زي ما بيحصل ابديت كده لاسعار الضرايب والنت كل اثنين وخميس، زي ما المفروض يحصل برضه ابديت لطرق الترقي وشكل المعيشه، يحصل ابديت حقيقي نفهم منه هو النجاح بالتعليم ولا بالفهلوه. طب اللي عمل واجتهد وعمل كل حاجه، اشمعنى هو دلوقتي مش قادر يجيب شقه في نفس الوقت اللي في حد تاني برضه عمل واجتهد وبيجيب شقه ب 400 مليون جنيه؟ طب ده عمل ايه اكتر من ده؟ طب ده كان كيرفو فين من 12 13 سنه او من 10 سنين، وده كان كيرفو فين؟ يمكن هما الاثنين كانوا جنب بعض. طب لما ده كان جنب ده وصل كده ازاي وده فضل ينزل؟ انتوا محتاجين تتكلموا، فاهم قصدي؟ ولازم برضه تتكلموا، هو الفقر واسبابه هو اللي مشكله وتدمير للسمعه فعلا، ولا اثاره ونتائجه هي اللي مشكله بجد؟ يعني في حد من شارع عم عبده مثلا انحل، عم عبده بيقول الحمد لله اني ما بقيتش زيه وبقيت يعني بروجرامر قد الدنيا. فعم عبده مثلا بدل ما يفكر في اسباب الشخص اللي انحل ده، هو ادى لنفسه افضليه عليه، من غير ما عم عبده يبص ان هو كان ليه اب، كان ليه ام، كان ليه اخ، كان ليه اخت، كانوا بيعرفوه مساوئ المعيشه اللي هم عايشينها في المكان الصعب اللي هم عايشين فيه. فبالتالي عم عبده طلع شخص اوير شويه او فاهم شويه ان انا ما ينفعش اكمل بالنهج اللي الناس كلها عايشين فيه. يوم لما عم عبده يشوف الشخص المنحل ده ويهيت قوي عليه، فعم عبده ينتفض منتصبا ويقول مش كل اللي افتقر يعمل كده. لا، ما دي برضه مشكلتك يا عم عبده، انك بتتناسى ان الفقر ملهوش اسطمبه ولا ليه شكل احادي. طالما انت طلعت كويس يبقى خلاص انت كده بقيت قاعده، انت كده بقيت دراسه احنا لازم ندرسها، وان اللي ما طلعش زيك كويس يبقى مليار المية محتاج الحرق. ما دي مشكله برضه، مشكله ان احنا كنا كلنا كده بس ما بقيناش كده. ايوه، ما هو مش تحدي ولا سباق حضرتك، فهمني يعني. هو في حاجات جس وات كده احنا لحد النهارده مش لاقيين لها مخرج اصلا في الحياه، ولا لاقيين لها صرفه، زي فكره شبح الفقر. يعني السرطان اللي هو اسمه سرطان بيلاقوا له كذا علاج ولاقوا له كذا علاج وبيحاولوا يلاقوا له كذا علاج، انما الفقر صباح الفل يا باشا. لو بتاخد بالنظم العلميه الاقتصاديه البراجماتيه، فانت عارف ان اعتى الدول ليها استشاريين ودكاتره اقتصاد من اعلى المستويات، ولحد النهارده هم بيشتغلوا على انهم يحدوا من الفقر مش ينهوه، لان صعب ان انت تنهيه. ولو بتاخد بالدين يا عم عبده، فانت عارف ان الفقر ابتلاء. هتقول لي نصبر عليه واحتسب صبرنا كحسنات ناخدها بعد كده، ماشي يا عم عبده، بس يعني في ناس هي مش قادره تستسلم، مش قادره ترفع الرايه، مش قادره تتفق مع فكره ان هي تعمل حاجه عكس غريزه البقاء اللي هي بتاعت البني ادمين اصلا. في عالم راس مالي بشع لا توجد فيه فرصه للضعفاء. فاحنا والله كلنا عايزين نبقى مبرمجين زي حضرتك، بس في ناس تانية مش قادره على فكره الابتلاء ده، مش قادرين عليه فعلا. ولذلك يا عم عبده الفقراء هم اكتر ناس بيتطبق عليهم القانون. انا عارف ان دي مقوله بديهيه، وانا عارف ان في ناس كتير جدا بتقولها كنوع من انواع التفريق الطبقي. ما هو الفقير عنده هاي واي بيمشي عليه ان هو يدخل في كل
كل السكك الغلط، سواء مخدرات، سواء مش عارف ايه، سواء مش عارف مين، لان هو مش معاه الطريقه اللي تخليه ينعم بالحياه بشكل ايه سهل. فبالتالي حياته بتبقى ليميتد جدا في حاجات معينه، فبالتالي القانون بيتطبق عليه سام هاو لما بيغلط، لان هو مرسوم له طريق الغلط اكتر من غيره. فاللي ما قدرش يتغلب على الابتلاء ده يا عم عبده ويبقى مبرمج زي حضرتك كده، ونحل لا سمح الله زي ابطال عوامتنا، وفضل بقى يهز لنا ويرقص لنا على 1.5، هل الحل اننا نذبحه ونرمي العوامه وبكده نبقى تخلصنا خلاص من انحلالنا؟ ولا نعرف سبب انحلاله ده عشان نمنع طريق الانحلال اللي هو اصلا بسبب حاجات كتير احنا ما تصالحناش معاها، يمكن نلحقه من طريق موحش اخرته وحشه؟ خلق الانسان ضعيفا. لو بالدين يا عم عبده، فده من الدين يا عم عبده، انه الانسان يا عم عبده ضعيف يا عم عبده، على راي الملك عز وجل وعبد الملك زرزور 2009، ابراهيم الابيض، مروان حامد، يا عم عبده. فلما عم عبده يرمي العوامه في تصوره ان هو قضى كده على الانحلال، هو مش واخد باله ان الحلال ممكن يكون طايل عوامات تانية كتيره هتظهر لنا بعد كده. فنعرف سبب الانحلال بقى عم عبده، موضوع كبير صح. عشان كده نجيب محفوظ بيقول في الروايه: يا اي شيء افعل شيئا فقد طحنا اللا شيء. على النعمه عبد الحكيم عامر كان عنده حق لما كان عاوز يحاكم نجيب محفوظ، لان بالكريتيكال ثينكينج اللي عملوهوني وانا بجهز لهذه الحلقه خلاني ادخل في نوبه اكتئاب، زودت لي الهموم هموم. فانا كده خلصت خلاص، ويا رب يعني محدش يرجمني ولا يرميني بعوامتي، لان انا اصلا يعني متفردا بصواباتي، متفردا بكآبتي، متفردا بعنائي، فسيبوني في حالي. فاتمنى بقى يجي الوقت اللي كلنا نسال بعض فيه، واحنا عندنا شيء ولا لا شيء؟ فلو كلنا لا شيء، ازاي نكون من كل هؤلاء اللا اشياء شيء؟ دي بقى مشكله، دي بقى مشكله اللي يقرا روايه عدميه لنجيب محفوظ بالعدميات اللي فيها دي. وفي النهايه يا اصدقائي، انا امتلكت الشجاعه وهقولها لكم اهو كديسكليمر، انا الراوي. شكرا، سلام عليكم.